السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأهلي بيستهل مشواره في الدوري العام بتعادل رخم، تعادل دمه تقيل ومباراة دمها أتقل. وأنا بس كنت حابب أنوه على حاجة كده قبل ما أبدأ، يعني لو سمحتوا أستأذنكم في الاشتراك في القناة وندوس لايك وشير علشان يوصلنا كل جديد. الحاجة بقى اللي كنت حابب أنوه عنها ريبيرو مدرب النادي الأهلي. طبعا احنا عارفين ان دي اول مباراه في الدوري، وطبعا بقى الحاجات اللي هي الايه الفورمات اللي بتنزل بتاعت ده لسه اول مباراه ولسه ما دخلوش في فورمه المباريات، والكلام الفاضي اللي بيتقال ده كله انا مش مقتنع بيه ومش مصدقه ومش فاهمه. انا اللي اعرفه ان الاهلي بالسكواد ده المفروض ان الاهلي هي اجهز فرقه موجوده في الدوري، لان هي الفرقه اللي لعبت مباريات اكتر من كل الناس، ولعبت كاس العالم للانديه، رجعت ريحت عملت مباريات وديه، الدنيا ماشيه. ما تقوليش بقى المباريات الرسميه والسنس بتاع المباريات والكلام الفاضي ده كله. لا، اللي حابب اقوله ان ريبيرو شكله مش هيتوفق معانا. المدرب اللي كويس من اللي مش كويس بيبان في الاهلي، بالذات في الاهلي، الزمالك، بيراميدز، الفرق اللي طول الوقت بتلاعب دفاع متكتل. المدرب اللي كويس من اللي مش كويس هو المدرب اللي بيعرف يفك الدفاع ده. انا شفت النهارده ريبيرو لا فاشل، مش عارف ومش هيعرف. يعني ريبيرو انا يعني طبعا اتمنى ان يكون حكمي عليه غلط، مع انه مش هيطلع غلط. اصلا ريبيرو من ساعه ما جه الاهلي وانا من بادئ ذي بدء وانا مش مقتنع بيه. لكن النهارده هو اكد لي انه المفروض ان انا ما اقتنعش بيه. ريبيرو بيلعب مع فرقه الاهلي بفكره ان احنا بما اننا كتير هنجيب جول، بما اننا كتير في الخط الهجومي فهنجيب جول. اي حد عمال يلطش كوره، ما شفتش جمل، يعني ما شفتش كور، يعني الا يعني باستثناء ان زيزو بيرفع كوره كويسه ودي اكتر حاجه مميز فيها. وانا شايف ان زيزو النهارده كان احسن حد في الماتش يعني هجوميا، وكان ياسين مرعي احسن حد دفاعيا بصراحه. لكن احنا عندنا نفس المشكله الدفاعيه. طبعا الجول الاول احنا شفناه، اللي بتكلم على الاجوان اللي دخلت في الاهلي، ما بتكلمش على الاجوان اللي جابها الاهلي. انا شايف ان الجولين غلطات كارثيه. الجول الاولاني طبعا من مصطفى شوبير، الكوره انت قادر تلعب كوره طويله، مش لازم نحضر من تحت طالما مضغوطين، فما ينفعش يبقى اللعيب زميلك مضغوط بالطريقه دي وبصيله الكوره برضه انت تورطه في كارثه زي اللي حصلت في الجول الاولاني. انا مش عارف. والجول الثاني طبعا عرضيه، المدافعين ما تفهمش ازاي علي الفيل يطلع في وسط المدافعين دي كلها ويقدر يحط الكوره بالاتقان ده. في المقابل طبعا احنا جبنا جولين، قدرنا يعني احنا كنا متقدمين 1-0، هم رجعوا في النتيجه وتقدموا علينا 2-1، وبعدين قدرنا نتعادل وخلص الماتش، والحمد لله انه ما خلصش بهزيمه. كل اللي حابب اقوله زي ما قلت، يعني انا مش مقتنع بريبيرو، والايام هتثبت ده. انا مش مقتنع بريبيرو والايام هتثبت ده. ريبيرو مش مدرب على قدر مستوى النادي الاهلي. ما شفتش جمله نقدر نقول الجمله دي خلاص هو ريبيرو اللي زارعها في اللعيبه، لا خالص. الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول عليها تكتيكيا هو اللي زارعها في اللعيبه حته ان الاجنحه اللي بتدخل في وسط الملعب علشان تساعد في العمليه الهجوميه. لكن انا بصراحه مش شايف ان الاهلي كان كويس، والحمد لله احنا عدينا من هزيمه كانت هتبقى اصعب بالنسبه لنا. يعني صعب جدا نستهل مشوار الدوري بهزيمه، اهو تعادل. وهنشوف الايام اللي جايه وريبيرو هنشوفه مخبلنا ايه. هو ده كل اللي كنت حابب اقوله، مش حابب اطول لان زي ما قلت لكم الماتش دمه تقيل والموضوع كله على بعضه دمه تقيل. هو ده اللي كنت حابب اقوله. ما ننساش لو الفيديو عجبنا نشترك في القناه ونعمل لايك وشير علشان يوصلنا كل جديد، واشوفكم على خير.